خطيرة. ايه رأيكم في الحالة البارد السريع ده؟ كل الناس بتعمله في الصيف اللي احنا هنعمله لكم في الشتاء. يلا بينا نشوف المقادير. اول حاجة هننزل ببسكوت سادة، اي بسكوت انتوا بتحبوه، ممكن تجيبوا اولكر زي ما انا جايبة. هنزل عليه سمنة، دفيت سمنة بلدي، هنرشرش بس كده حاجة بسيطة، بتاع ربع كوباية كده بس. هنطحنهم بقى واوريكم بعد ما يطحنوا هيبقوا عاملين ازاي. ننزله كده في الصينيه، وهننزل بقى شويه البسكوت اللي لزقوا تحت دول. بعدين هوريكم وانا بفرد في الصينيه. هنفرد بقى البسكوت كده. اما دوسنا عليه شويه كده عشان يتماسك، تبقى طبقه متماسكه، هنحطها شويه في التلاجة، او بما ان الجو ساقع هنحطها ترتاح شويه، ونحضر مع بعض بقى الكاستر اللي هنحطه فوقيه. طريقه تحضير الكاستر بقى، هنحط المفروض 3 كوبايات او كوبايتين ونص، من كوبايتين ونص يعني 3 كوبايات كده لبن. هننزل بقى بكيس الكاستر. كيس الكاستر ده بيعادل 3 معالق كاستر لو انتوا عندكم اللي هو البرطمانات مش الكيس. وهنحط عليهم 3 معالق سكر لكل كوبايه لبن. معلقه سكر، نحط 3 معالق، 1 2 3. وهنحط كيس فانيليا. انا جايبه كيسين فانيليا، نحط كيسين فانيليا، يلا مش هنستخسر في نفسنا حاجه. نحط كيسين فانيليا حلو. وبس كده، ونقلبهم بقى على البارد قبل ما نطلع على النار. واوريكم بقى لما يبقى جاهز بيبقى قوامه عامل ازاي. هنفضل نقلب فيه كده شويه على النار برضو. طبعا يا جماعه عملنا هو الكاستر ده بيبقى قوامه بعد ما يبقى جاهز. هننزله بقى على على البسكوت كده. ونفرد بقى طبقة الكاستر كده. وبعدين ممكن ندخلها شوية التلاجة تمسك عقبال. هنقطع بقى الفراولة بالشكل اللي احنا حابينه. نعمل الجيلي، هنفضي باكت الجيلي كده. هنحط بقى عليه، المفروض يتحط عليه كوباية مية سخنة، ونقلبه كده. كوباية مية باردة بس بعد ما نقلبه شوية في المية السخنة. بس كده، منحطش عليه اي اضافات تانية، مجرد ما يدوب كده. بعدين تعالوا هنشوف نكمل بقية الخطوات. هنجيب الصينية بتاعتنا بقى كده، ونروح حاطين فيها الفراولة، نرصها كده. مش لازم رص مظبوط قوي، يعني احنا ممكن نعملها كده رص عشوائي. ممكن الموز، بعد بقى ما رصينا كده. بعدين بقى معرفش التركية دي بيعملوها، بس يعني معرفش ايه فايدتها، بس هنعملها برضو، بنحب نقلب. طب التركية باظت. صبوا خلاص بقى، متفزلكش. هحطه بقى في التلاجة من ساعة لساعتين لحد ما الطبقات تمسك في بعض كده وتبقى حاجة واحدة. وكده بقى هقدمه لكم
ونشوف شكله عامل ازاي. ودي شكلها بعد ما بردت في التلاجة وتماسكت. هنقطعها دلوقتي وهوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا يا جماعة الطبقات شكلها جميل. دلوقتي بقى هندوق. خطيرة.